يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا إن شاء الله حتكون فاصوليا حب أو بيقولوا لها فاصوليا يابسة. كل بيت له طريقته الخاصة بطبخها. أنا اليوم رح أعمل على طريقتي وإن شاء الله أنتوا كمان رح تحبوها. تعالوا يلا نعمل طريقة العمل. بالبداية عندي هون بالطنجرة ملعقة سمنة حطيتها. هلا بضيف اللحمة. طبعا اللحمة غنى 400 جرام من اللحمة. رح حمصهم شوي مع السمنة. هلا بس اللحمة عندي تتحمص شوي نزل عليها بالمي دافية. طبعا اللحمة رح اسلقها شوي. تابعيني الحلوين، بتمنى تتابعوني على قناة اليوتيوب، تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك للفيديو ليصلكم كل وصفاتي. تابعوني على صفحة الفيسبوك وعلى حساب التيك توك. عندي هون الطنجرة على النار، رح نزل عليه بالمي، مي دافية طبعا. بدي اسلق الفاصولية. نقعتها قبل بيوم ل 12 ساعة. غسلتها كتير منيح وصفيتها. هلا بنزل الفاصولية. طبعا لسلق الفاصولية ما رح حط ولا نقطة ملح لما تشد معنا. رح اضيف ورقتين غار للحمة. طبعا بالبداية رح تكون النار عالية. هلا بنشيل الرغوة على الوش. بعد ما خلص الرغوة على الوش بنوس النار لا تستوي معنا. مدة السلق 10 دقايق. لتقطيع البصل راح اقطعه بهالشكل. عندي 5 حبات من البصل راح اقطعهم بهالشكل. لتحضير الصوص راح نزل عليه ملعقتين زيت زيتون. هلا بنزل البصل. هلا بعد ما ذاب عندي البصل راح نزل عليه باللحمة. بعد ما حمصت اللحمة مع البصل راح ضيف ملعقتين من الدبس البندورة معجون الطماطم. راح حمصهم مع بعضهم شوي. تركت 5 دقايق يتحمصوا مع بعضهم. هلا بنزل عليه بملعقة ملح. هلا بضيف نص معلقة من فلفل أسود، ربع ملعقة من فلفل أبيض، نص ملعقة من فلفل أحمر، ربع ملعقة كمون. هلا بقلبهم مع بعضهم. طبعا الكمون اختياري. هلا النكهة حطيتها. هلا بنزل عليه بالفاصولية. بقلبهم شوي مع بعضهم. بنزل عليه بالمي. بالنسبة للمي رح تكون دافية. هلا بنزل عليه بالمي. هلا بنزل المي. بالبداية رح أعلي النار تحتها لبين ما تغلي. بعدها بنوص النار تحتها. تاخد مدة استواء نص ساعة.